اهلا بيكو في زورو توكس. انا عايز اعرف نفسنا الاول. احنا مين وبنعمل ايه؟ انا مينا حلمي وانت جون فرج. احنا we are the co-founders of Zuru Stays. آم، عايز اتعرف عليك اكتر يا جون، يعني وعايز اعرف الناس عليك اكتر، عايز اخلي الناس تعرف ايه هي زورو ستيز وليه احنا بنعمل البودكاست ده وليه بنتكلم اصلا. فاديني كده بريف عنك. أنا اسمي جون نصر فرج. ابتديت بعد ما اتخرجت من الجامعة أدير الفاميلي بيزنس بتاعنا. احنا بنصنع بلاط انترلوك مم. وبنورد البلاط الانترلوك بتاعنا في أكبر مشاريع في مصر. بس بابا قال لي يعني شايف ميشيل ابن أنكل ملاك ازاي شاطر وبيأجر الوحدات بتاعته اللي فوق المطعم بتاعه في هولندا على حاجة اسمها اير بي ام بي، ليه انت ما تبقاش كده؟ فقلت له يا بابا فكرة فعلا، احنا عندنا شقة في شيراتون بتتأجر ب4000 جنيه في الشهر فاضية، ممكن فعلا نبتدي. ونزلت فرشتها من ايكيا وكنت لسه ببتدي في الموضوع ومش فاهم يعني ايه اير بي ام بي. طبعا مم. اول حجز شباب جم، حجز برقم اللي بجيبه في الشهر جه في اول 3 ليالي، كانت حاجة فوق الممتازة طبعا، فرحة رهيبة. سابوا لي الشقة متكسرة طبعا ومتبهدلة وكانت مم. قصة صعبة جدا يعني. بس كانت فرحة كبيرة وانتصار ان بالسهولة دي بعد ما فرشتها في يومين 3 من ايكيا الشقة اتصورت ونزلت على اير بي ام بي والفلوس جت وابتدى الايجارات تيجي ورا بعض، فكانت فرحة كبيرة جدا. آه، بعد كده عملنا الشقة التانية مم. و... وكنت بكلمك، فاكر انا كلمتك انا قلت لك ايه؟ فاكر انا يمينة فاكر بيزنس حلو وفي مكسب كويس جدا. أيوة، وفاكر انا قلت لك ايه. طيب احكي لي اكتر عن ايه اللي خلاك، يعني انت، انا عارف عنك ان انت شخص شغوف جدا، يعني بتغير لو لقيت ان في opportunity او فرصة ان انت ممكن تنجح في حاجة وما خدتهاش، انا دي عارفها فاهم انت عنك. انت بتدور عليه. آه. يعني ف كان في صديق لينا في لبنان فبيقول مم. يا سلام لو وحده بفيو الاهرامات وكده. ده في قابلته في لبنان، يعني مم. هو هوست عظيم دلوقتي. مم. رجعت بدور على مواقع عاديه زي OLX مم. تطل على الاهرامات، لقيت شقة فيها شباك مطبخ مربع صغير كده. مم. المربع ده شايف فيو 3 أهرامات مم. وكان سعرها معقول جدا. مم. فشفت فيها opportunity ان الشباك ده يتوسع ويبقى ازاز ما فيهوش اي فواصل عشان الفيو وبجاكوزي وعملت اليونتس بتاعت الاهرامات. ايوه دي اتشهرت جدا. ومره واحده بلاقي موبايلي بيكلمني من دبلن. لا، هي الطريقة اللي وصلنا بيها للي احنا ان يبقى في حد ان احنا يبقى عندنا بيزنس اسمه زورو ستيز وكده، هي طريقة يعني عايز اتكلم عليها لان هي فعلا يعني ما كناش متوقعين ان احنا نوصل لكده. انا فجأة، يعني انا ادير من شقق الناس شغلي. ليه يا عم؟ ادير شقق الناس ليه؟ ما انا ادير انا شققي فاكر. فاكر. لما ابتديت انا فاكر كويس قوي، انا يعني كل كان شغلي في التليكوم وعشان انا اتولدت بره مصر فكان شغلي كله ملوش دعوه خالص لا بهوسبيتاليتي ولا اير بي ام بي ولا اي حاجه من الكلام ده. واول ما فكرت ان انا يبقى عندي شغل ليا قلت هعمل مطعم. وكان وقتها بقى فاكره المطعم الكبده والسجق والحاجات اللي هي على نضيف ومش عارف ايه. ده خلصنا. كان وقت، ايوه ده كان وقت ترند رهيب. وفاكر ان انت كلمتني في اليوم ده قلت لي مينا، وانا كان تقريبا كلمتك علشان اعزمك على المطعم الافتتاح وكده. ايوه صح. وانت قلت لي بقول لك ايه، انت لازم تفكر في موضوع اير بي ام بي ده، ده بلاتفورم حلو جدا، ده انت ممكن تأجر عليه البيت وتخشوا في البيزنس ده انت واهلك والكلام ده كله. وانا قلت لك يا جون بقول لك ايه، مش فاضي للكلام ده، انا بفتح مطعم وانا يعني مركز في الحتة دي. فانت قلت لي خلاص ربنا يوفقك وتعدي الايام، المطعم يفشل. ودي كانت من يعني اكتر الحاجات اللي غيرت في السيناريو بتاع حياتي. المطعم يفشل مع اني انا حطيت 100% من طاقتي فيه، بس برضه فشل. يعني ما وما فهمتش وقتها، كنت متضايق جدا طبعا. بس بعدها ما كنتش متخيل ان انا هخش على حاجة تانية وهنجح فيها. فسبت المطعم، خليته يعني ينهار، وابتديت ادور على شغل. ولما دورت على شغل بطريقه عشوائيه جدا على لينكد ان زي ما الناس كلها بتدور.
ايزي ابلاي، تدوس الزرار وتشوف الشغلانه اللي بعدها، وما بتدورش حتى، انت عارف، انت مش عارف الشغلانه دي فين، يعني موقعها في العالم فين، مش مهم. قعدت ادور 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 لغايه ما فاكر ان جالي تليفون، وقدمت طبعا في شركات كتيره على لينكد ان وكده، وكل الحاجات الجامده، جوجل بقى وفيسبوك واللي هم الشركات الضخمه دي، وانا عارف ان هو طبعا بيبقى صعب جدا الريكروتمنت في الشركات دي. المهم بعدها باسبوعين انا فاكر جالي ايميل من اير بي ام بي، الريكروتر اللي هناك، بتقول لي عايزين نعمل معاك ايه، سكريننج، فون سكرين. فانا قلت، انا حسيت ان هو ده مش حاجه حقيقيه، ده فيك، يعني اكيد حد بيحتال على اير بي ام بي وبيقول عايزين يكلموني. المهم انا عملت الانترفيو، وفاكر كويس جدا كان في شهر 7 تقريبا او شهر 6، عملت يمكن 7 8 انترفيوهات، وكانوا طوال جدا، وكان بروسس يعني كلها اوفر زوم بقى وبعد كده في اخر انترفيو انا طبعا بايع الموضوع، لان انا اول سؤال سالته للريكروتر هو الشغلانه دي فين، قالت لي في دبلن. دبلن في ايرلندا. فدبلن ايرلند دي بالنسبه لي انا يعني ما اعتقدش ان انا هروح خالص، بس قلت ايه، مفيش مانع، كملت و... وخلصت البروسيس دي كلها، وقالوا لي احنا عايزينك تشتغل معانا. وكان وقتها قرار صعب جدا ان انا هضطر اسيب عيلتي ومراتي وكل الكلام ده عشان اروح اشتغل في بلد انا ما اعرفش عنها حاجه. رحت، وفاكر ان انا بعد شهرين كان 3. فادي قبلها عرفني ان انت خلاص اشتغلت في اخويا ده فادي اه ايوه. وهو كان جون، انت كنت عرفت منه ان انا اه اشتغلت في اير بالظبط. بي بي، وانا كنت عارف ان انا هدور عليك في السيستم بشكل ما، الحاجات اللي كنا بنتعامل بيها هناك بقى، والاقيك. وفعلا لقيت جون نصر، الاكونت اللي على اير بي ام بي، اللي هو كان وقتها من التوب 10 في مصر بشقتين، وكانت حتى لسه لسه الهرم كمان ما كانتش ابتدت صح. خالص، لسه كنت شو اللي انت شقتين في حطيتها، شيراتون هم صح مظبوط. الشقتين اللي انت عملتهم في الاول دول اللي انت كنت بتتكلم عليهم. ف رحت مكلمك من هناك، انا والايام طبعا تعدي. رقم من دبلن، انا يعني انا ليا مين في دبلن. بالظبط. واكلمك واقول لك ازيك يا جون، ايه الاخبار، انا اشتغلت في اير بي ام بي. فدي اصلا لوحدها كانت لما ببص عليها دلوقتي بقول هو ازاي الدنيا اترتبت كده. وعلى اللي عملته وبعدين فيا، على اللي اه عملته فيا ده انت جننتني. اعلي السعر الكالندر تخرم، وطي السعر ابيع لشهرين قدام. مش عارف اظبطها. انا كان برضو علشان اللي بيسمعنا يفهم احنا كان شغلنا ايه. انا كان شغلي في اير بي ام بي ان انا اساعد الناس والشركات، مش الناس، هي الشركات كانت مين لي اكتر، لان هم دول اكتر من 50 60% من الحاجات اللي موجوده على اير بي ام بي دي شركات. كنت ان انا كان دوري ان انا اساعدهم، الناس اللي موجوده في الدول اللي هي في الشرق الاوسط، ان انا اساعدهم الشركات دي انها تنجح على اير بي ام بي، انها تقدر تسوق كويس، انها تقدر تبيع الحاجه بتاعتها وتأجر الوحدات بتاعتها، وان السبلاي او المعروض يزيد، علشان في الاخر اير بي ام بي دي منصه بتكسب من الايجارات اللي بتحصل عليها زي امازون بالظبط. ففاكر كويس قوي ان انا كنت بتعرض لمواقف كتيرة مع شركات كتير، وافهم منهم هم بيعملوا ايه وبيعملوه ازاي، وده كان بالنسبة لي برضو مجال جديد. انا ما كنتش عندي خبرة، ولا كنت اعرف ان في شركات يعني بتعرض شقق للايجار في الميدل ايست كله وافريقيا. وفاكر وقتها ان مصر ما كانتش على الخريطة عندهم. يعني شوف، احنا عندنا الاهرامات، بس مصر كانت يمكن ولا حتى من التوب 10. الاهرامات اللي هي اقدم حضاره. ما كانتش موجوده، يعني هم بالنسبه لهم مش شايفين مصر، لان مصر ما بتطلعش فلوس. يعني هو بالنسبه له بلاتفورم، انا عايز كوميشن من الحجوزات. طب ما فيش حجوزات يبقى ما فيش مفيش كوميشن. كواليتي اوف ليستنجز يبقى اصلا، الناس مش كانتش لسه فاهمه الماركت بالظبط ده. بالظبط. ف كان في دول تانية كتير سبقانا اللي انت كنت اه بتراقب عليهم. دبي، طبعا. جنوب افريقيا، مهم. مغرب، لبنان، كل دي دول في المنطقه العربيه، اوكي، او عاملين في بقى افريقيا. كواليتي اوف ليستنجز بانتيريور بتصوير فاهمين يعني ايه جاست ريفيو. سابقنا 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 بكتير اه. بمراحل ضوئيه، مم. اوكي، بازمنه. حقيقي. فوقتها قعدت افكر، وكانوا بيقعدوا يقولوا لي على فكره، وانتوا ازاي ما عندكوش شركات يعني بتعرض شقق حلوه للايجار في مصر؟ انتوا عندكم الاهرامات، وعندكم مدن بحرين. كتيره، وعندكم بحرين، البحر الاحمر والبحر والبحر المتوسط. الابيض. يعني انتوا عندكم سياحه، ازاي ما عندكوش شقق حلوه او شركات تدير شقق حلوه تتأجر والكلام ده كله؟ انتوا
يعني انتوا مش في حاجه في غلط. حاجه غلط. وانا نفسي ابتديت اسال نفسي اللي هو فعلا في حاجه غلط، هو انا لازم ادور، اكيد في شركات وانا مش عارف. ابتديت ادور، وقتها ما لقيتش فعلا، ما فيش كان غير شركه ولا اتنين كان عندهم 5-6 شقق بيديروها بالفكره دي. وكانت يعني حاجه غريبه بالنسبه لي. المهم تعدي الايام، انت عارف في اير بي ام بي اكبر سوقين لاير بي ام بي في العالم حتى يومنا هذا يعني هم امريكا وفرنسا. فرنسا تور ايفل اللي هو من سنه 1800 ومش عارف كام، اه مش الاهرامات اللي مبنيه من الاف السنين. دول اكبر اوكي. سوقين، لان دول اكتر يعني اكتر سياحه بتحصل. يعني لو بنتكلم على امريكا، هي تعتبر قاره، وبالنسبه لتاني سوق في العالم بالنسبه لاير بي ام بي والشقق اللي بتتاجر عموما، يعني سيبك من موضوع اير بي ام بي، هي فرنسا، لان فيها كم سياح غير طبيعي. اعتقد يعني انا فاكر ان هم كانوا بيقولوا انه تقريبا في رينج 30 مليون سائح باين في السنه، حاجه كده 40 مليون. انت بتتكلم في رقم يعني اضعاف متهيألي يعني على ما افتكر على تور ايفل الاستوديو تبقى داخل شافت بطنك وداخل بالشنطه بشكل صعب، كان في رينج ال 500 يورو في الليله. يعني حاجة فظيعة. فهو سوق قوي جدا. فبالنسبة لهم مفيش حاجة في الميدل ايست وافريكا، دي منطقة فيها 58 دولة. 58 دولة دول ما بيطلعوش فلوس زي الدول التانية اللي في اوروبا. فابتديت اسأل، ابتدوا يقولوا لي انتوا عندكم الاهرامات، طب انتوا لازم تلاقي شركة، لازم تفكر، لازم تعمل. ابتديت الفكرة بقى ايه تخش كده في دماغي، اللي هو ايه، طيب يعني لازم يبقى في حل للموضوع ده. لازم يعني دي فرصة اي حد بيفكر يعمل شقة حلوة مفروشة حلو وتتأجر على اير بي ام بي في مصر هينجح. فدي فرصة. وفاكر كويس قوي لما جيت في اجازة من الاجازات، ابارك لك، كنت لسه متجوز، وقعدت معاك وكنت بتقولي بقى انت بتعمل ايه في اير بي ام بي. فشرحت لك وقلت لك الشركات بتاخد نسبة ومش نسبة من ما الحاجات عجبنيش دي. الكلام. انا ادير للغير ليه؟ انا ادير شققي. بالظبط. فقلت لي لا لا لا، القصه دي فاشله، انا هشتري شقق وهاجرها على اير بي ام بي، انا نجحت والدنيا حلوه، وهكمل بالشكل ده، والقصه دي كلها. وبعدين تعدي الايام، ارجع انا دبلن تاني، وكنت سفرياتي كلها ما بين البلاد اللي موجوده في المنطقه دي وما بين دبلن. ودبلن كان وقتها حتى يعني مسافه يعني 7-8 ساعات بس. وفاكر ان انت كلمتني بقى بعدها، قعدنا نفكر مع بعض، قلت لي لا انا فهمت غلط، انا عايز اقعد معاك، عايزين نفكر في الموضوع ده تاني. انت في حاجة قلتها يعني رنت في وداني، وقعدنا نفكر لغاية ما اخدت بعدها بكام شهر القرار التاني اللي انا كنت متخيل ان هو غلط برضو، عشان انا فشلت في المطعم. انا باخد قرار غلط تاني، ان انا اعمل شغل خاص بيا. لان يعني مش سهل ان انت تسيب شركة من الشركات الكبيرة اللي هي زي جوجل فيري وفيسبوك ستيبل طبعا واير بي ام ومضمون بي. لا، والناس دي بتدلعك، الناس دي طبعا. يعني انت في الاماكن اللي زي دي، انت كموظف يعني عندهم، هم فعلا بيدلعوك. فانت تسيب كل ده وتقول انا هرجع مصر تاني، يعني ده بعد كان 2 وشوية ارجع مصر تاني وابتدي اعمل شغل تاني. دي ريسكت بقى كانت وابدا من ده كان الصفر. ده انا كنت من جوايا مهزوز هزة. بس تقريبا انا يعني غالبا ما قلتلكش الكلام ده، بس انا كنت مهزوز جدا، لانه وهم الناس كانوا مشجعيني جدا في اير بي ام بي بصراحه. يعني هم جم قالوا لي ما تكمل معانا وتعمل شغل في مصر، ايه المشكله؟ يعني ما فيش كونفليكت اوف انترست، اعمل ده واعمل ده. وقتها حاولت اعمل القصه دي وما نفعتش، قلت لازم اركز، لو هعمل حاجه لازم نعملها صح. واحكي لي انت بقى عن زورو. كلمة زورو دي ابتدت ازاي؟ عشان انا فاكر انت طلعت عيني في اللوجيك اللي انت عايز البراند بتاع زورو ده يبتدي ازاي، يبقى فيه كام حرف 4 letters اه 2 vowels. ده اوكي. كان طلبي اللي كنت مستنيه في الاسم، وكنت حاسه ده من اكتر الحاجات اللي هتفرق معانا. امم وسافرنا، كانت سفريه العين السخنه الفاميلي ايوه، مع ازاي بعض، بقى؟ وكنا امم بنفكر، وانا مصمم على ان الاسم ما يتعداش ال4 letters ويكون فيهم 2 vowels. فقعدنا نشوف ونجرب،
وانت طلعت لي في النص لا انا الاكس ستاندز فور تكنولوجي، واحنا بيزد على تكنولوجي، والتكنولوجي هي اهم جزء في شركتنا، فانا فارق معايا ان الاكس تبقى موجوده. فواحنا بندور على ما افتكر لقينا الكلمه اللي باللاتيني اللي اسمها زورو، اكس يو ار يو صح which means a promise. صح. وزورو بالعربي تعالوا زوروا. ايوه it كنا قاعدين sounded نفكر كلمة، عايزين نقول حاجة ليها دعوة الناس بتزور، فاحنا عايزين كلمة ليها دعوة بالزيارة، ايوه فقعدنا نقول زيارة وقعدنا نقول زورو لغاية ما قلنا طب ما نشوف زورو دي يعني ليها معنى بالانجليزي ولا لا، فلقينا ليها معنى باللاتين وبتاع والكلام ده كله. وبعدين كنا ما بين كلمة زد يو ار يو وما بين اكس يو ار يو، يعني دي وكانت تشالنج رهيب ان احنا قعدنا نفكر، قلنا زورو هومز ولا زورو ليستنجز ولا زورو ستيز ولا زورو هوليداي هومز، قعدنا نفكر كتير جدا انا فاكر. بس طلعنا من السفريه دي سفريه فاميلي عادي جدا كاجوال، قاعدين احنا الاربعه احنا ومراتاتنا بنفكر في الاسم، طلعنا بالاسم ومشينا من اليوم ده. كانوا 48 ساعه طلعنا فيهم بالبراند، ومن هناك ابتدت. طب سؤال تاني اسالك انا بقى، احنا بنعمل ايه؟ عشان احنا اي حد بيتفرج علينا دلوقتي هيقول لك كل ده كلام، انا فهمت ان انتوا بتديروا وشقق احنا احنا بنعمل بنعمل ايه؟ ايه وعلى ايه؟ اه حلو، احنا بنعمل ايه الاول؟ احنا بنبتدي من اول ان البيت يتعمل له ديكور مظبوط للايجارات اليوميه، امم لان ممكن الديكور يبقى مظبوط لمراتاتنا والاهالينا حاجه كلاسي جدا، مش يكون هو ده اكتر حاجه تخلي البيت يوصل لاعلى ايجارات، ممكن ما يبقاش فيري ديورابل. فالانتيرير بتاع البيت اللي بيتاجر كل يوم اي كاتشي بطريقه ما، ولازم يكون ديورابل يستحمل الايجارات. يعني ما ينفعش يبقى مثلا في نجفه ازاز هانجنج ممكن بسهوله تتكسر، لان انت عندك انواع جست مختلفه بتسكن في البيت، فانت you cannot control them all over the stay. فاحنا اوكي بنبدا بالانتيرير، التصوير الاحترافي بعد كده، وده حاجه مهمه جدا وهي اللي بتقدر تساعدنا ان احنا نوصل لاعلى ارقام في الايجارات. وبعد كده ان احنا ننزل الليستنج على اهم تشانلز في العالم. اوكي ما نقدرش ننكر مم. ان اهم تشانلز في العالم حاليا Booking.com و Airbnb. طيب انا هرجع خطوه لورا. تمام. اللي احنا بنقوله ان احنا شركه اداره وبندير بيوت. مظبوط. البيوت دي ممكن تكون بيوت اوضه وصاله، ممكن تكون اوضتين وصاله، ممكن تكون في كومباوند، ممكن تكون بره كومباوند، تكون ممكن فيلا. تكون فيلا، ممكن تكون في منطقه ساحليه، ممكن تكون في منطقه داخل القاهره بره القاهره. احنا بندير بيوت، مظبوط. ده شغلتنا. مدد قصيره. مظبوط. بنديرها طبعا المدد بطريقه القصيره هي اعلى عائد طبعا يعني. بالظبط. هو من زمان على فكره عارف ايام ما كان البواب يقول لك في شقه مفروشه، وكانت بقى المهندسين والدقي والمناطق اللي في وسط البلد ومش عارف ايه. فكره الشقق المفروشه عندنا في مصر ليها احساس غلط، يعني دي شقه مفروشه احساس غلط. الاحساس وده نورم او حاجه احنا كثقافه اتعودنا عليها، ان احنا الشقق المفروشه دي يا اما تبقى شقه فاضيه، يا اما يعني شقه مش مفروشه ولا اي حاجه. فكره شقه مفروشه دي وحتى شقه مفروشه بقى عفش جدتي حتى القديم لا، وحتى في المسلسلات والافلام بتاعت زمان الشقق المفروشه كان دايما ليها فكره اللي هو ايه، عيب ما شقه مفروشه عيب ما فاحنا برضو كنا داخلين لان البيزنس ده من 6 سنين مثلا في مصر لما ابتدينا، ما كانش فيه حاجه اسمها حاجه بتتحط على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم والمنصات دي، ولا شقه تبقى مفروشه ولا الكلام ده. وكان بيحصل، فاكر كان بيحصل ريزيستنس. انا فاكر كان في اتحاد ملاكي يكلمك يقول لك احنا مش قابلين ان يبقى في شقق مفروشه في العماره عندنا. فليه؟ لان هو حاجه عيب. وان انت تغير الكونسبت ده من انها تبقى حاجه عيب لحاجه بتخدم وتمشي مع قوانين الدوله. تمشي مع قوانين الدوله، دي كانت انا بعتبرها كانت مشكله بالنسبه لنا، لان مصر ما كانتش وقتها معروف عنها ان في، يعني في فنادق عندنا في مصر فنادق حلوه جدا، بس ما عندنا، وعندنا هوستلز بعنبر فيه 12 سرير بينزلوا فيه الاجانب في وسط البلد، بس ما عندناش فكره الشقه اللي مفروشه حلو، اللي ممكن حد يخش على منصه ما يأجرها ويبقى مطمن وهو بيأجرها. فده شغلنا، احنا بندير بيوت.
تعال نمسك الموضوع من الاول. احنا لما بنيجي نقول ان البيت ده حلو او وحش، بنقول على ايه اول حاجه؟ اللوكيشن. اللوكيشن طبعا لازم يفرق يكون ايه اللوكيشن بقى في البيت؟ ما انا مثلا عندي بيت في 6 اكتوبر، او عندي بيت على طريق الصحراوي، او عندي بيت في وسط البلد، يفرق ايه؟ اللوكيشن مينلي معتمد على الديماند. امم. يعني في لوكيشنز عليها ديماند عالي جدا من للشورت تيرم رينتال ماركت، طبعا دي بتكون الاقوى ودي بتكون الاحسن. وفي لوكيشنز ما عليهاش ديماند عالي، تقصد ايه فبالتالي بديماند يا جون؟ يعني ديماند من ايه يعني؟ ديماند اللي هو يعني بمعنى اللي هو الطلب عليها من الناس اللي بتيجي سياحة، ولا سياحة داخلية أو خارجية. اوكي. يعني أكيد الطلب في حتة صحراوية مش امم. هيبقى عالي زي سيتي سنتر كايرو أو ميدان التحرير. يعني امم. أكيد الطلب في حتة زي كده هيبقى أكتر. امم. فدي لوكيشنز أحسن ومور لايكلي إنها تشتغل معظم أيام السنة، ويبقى عندك نسبة إشغال أعلى ومتوسط سعر ليلة كويس. امم. لكن الحتت البعيدة اللي ما فيهاش طلب كتير، اللي ما تنفعش الإقامات قصيرة المدى، خد بالك الإقامة قصيرة المدى ده مش حد زيي وزيك عربيته مركونة بره وعارف البلد وبيتحرك، لا، ده عادة ما معهوش عربية ومحتاج الحاجات تكون جنب بعضها، أو يكون في سهولة التنقل منها بمواصلات يقدر يروح حتت مختلفة. فهو منظور اللي جاي مدة قصيرة مختلف، لأن مينلي هو معظم الوقت مش عايش في المدينة دي، يا إما جاي من مدينة أخرى من مصر وده نسبة مش كبيرة، امم. يا إما جاي بره مصر أصلا. فحته اللوكيشن دي هي اهم حاجه في البدايه. وفي لوكيشنز احنا بنقول للمالك لا، احنا مش هنقدر بايجارات مدد قصيره نوصلك لارقام اعلى، انت احسن لك ان انت تاجرها مدد طويله، لان المنطقه بتاعتك ما عليهاش طلب كويس طب هو ارجع بحتة، يعني لو حد مثلا برضو بيتفرج علينا هيقولك طب انا اجر بيتي ليه اصلا مدة قصيرة؟ يعني ايه الفكرة؟ ما هو انت النهاردة انا عندي شقة ما اجرها ايجار قانون جديد واريح دماغي، ايه اقعد افرش واقعد اقول لا، لك مدة؟ الريتيرن مختلف تماما، ازاي؟ ليه؟ ارقام تانية خالص وبالدولار وانت يعني انت شغال في السياحه، مش امم. شغال مأجرها 12 شهر برقم. زي ما انا بحكي لك الشقه بتاعتنا اللي كانت في شيراتون امم. كانت بتتأجر ب 4000 جنيه في الشهر كله. امم. ال 4000 دي ساعتها كانت تقريبا على ما افتكر كانت تمن ال $200 الحجز الاولاني اللي جه، اللي كان 3 4 ايام. فاللي انت بتعمله في الشهر حصل معايا في 3 4 ايام. والفرق ما بين الايجار القديم اللي هو اللونج تيرم امم. والشورت تيرم اللي هو باليوم، لا فرق فظيع في الارقام، فرق كبير جدا، خصوصا لما يكون لوكيشن حيوي. امم. فا اوكي، انا كده فهمت منك اكتر ان لازم لو عندي شقة في مكان كويس، ان انا فرصتي ان انا اقدر ادخل منها عائد اعلى من الايجار القانوني الجديد، فرصتي فيها اعلى. بس لازم لازم تتفرش بقى طريقة، يعني لا، نخش بقى في الفرش فكرة قصة الفرش. كبيرة طبعا. الفرش قصة كبيرة. يعني الفرش خد بالك في ناس فرشة كريستالات وحاجة لاكجري جدا، بس ده شبه بيوتنا، احنا مم. دايما عايزين ندور على الحاجة الجديدة المترقعة اللي فيها ألوان، والألوان متداخلة مع بعضها. وفي نفس الوقت كصاحب بيت وكأونر انت عايز الكلام ده يتعمل بطريقة ديوربل، لان انت مش عارف اللي جاي ده مدى سوء استخدامه للعفش ايه. فانت مش عايز كل يوم يبقى عندك ويرنتير وصلح وعطل اليونت بتاعتك واقفلها عشان عندك تصليحات. فانت عايز انتيريور ملفت، حاجه مختلفه، مم. وفي نفس الوقت تقدر تعيش فتره. يعني الانتيريور عليه دور كبير. اكيد. طيب، هنط لحتة تانية. احنا النهاردة انت قلت ان احنا بندير، ودلوقتي في منصات عالمية احنا كلنا عارفينها، كلنا سافرنا عليها. نرجع تاني ونقول اه. اهم منصتين في المنصات دي كلها اه. عالميا، وده مم. مش كلامي انا شخصيا، مم. بوكينج دوت كوم واير بي ان بي. صح. ده يعني حقيقي. يا ريت يا مينا تفكرنا بالارقام، هو بوكينج دوت كوم بيدير كام وحده في العالم دلوقتي؟ بص انا ما كنتش اعرف كتير عن بوكينج دوت كوم، بس من حكم شغلنا في الست سنين اللي فاتوا دول، من ساعة ما ابتدينا الشغل ابتديت ابص اكتر، اركز اكتر على اكبر منصة في العالم للحجوزات. يعني 90% من الحجوزات في العالم بيتموا على التو بلاتفورمز دول. لما بتسافر انت تلاقي نفسك لا اراديا بتعمل كده. بتشيك على بوكينج وبتشيك على اير بي ان بي طبعا. بالظبط. بوكينج دوت كوم فيها 28 مليون واو. ليستنج.
28 مليون مكان ممكن تقعد فيه. ده ح- رقم. وحجم الدعايه بتاعتها. حجم الدعاية ده بقى، ده كان رقم بالنسبة لي فلكي لما لقيته، او لما حد قاله لي مرة، لدرجة ان انا ما صدقتش. انت عارف ان بوكينج دوت كوم بيدفعوا 6 مليار دولار في السنة لجوجل؟ واو. ليه؟ لان انت لما بتخش تقول النهاردة كلمة بوك على جوجل، اكيد اعمل، بوكينج دوت كوم رقم واحد يعني. هتلاقي بوكينج دوت كوم. فده هيوج. جدا كيان ضخم جدا. جدا. والطريقه حتى اللي ابتدت بيها بوكينج دوت كوم كانت بالنسبه لي طريقه اللي هو ايه، يعني برضو مش مفهومه. يعني هي ابتدت ازاي ابتدت؟ زي اير بي ام بي بالظبط. يعني هما الاثنين انا عارف قصه اير بي ام بي ابتدت ازاي طبعا. المنصتين دول ابتدوا بطريقه يعني غريبه غير متوقعه. بوكينج دوت كوم ده راجل، اعتقد انا مش فاكر اسم ال صاحب الشركه يعني، بس هي ابتدت في هولندا. وكان هو ستودنت، طالب قاعد في بيت الطلبة، وكان بيحاول يحجز مكان يقعد فيه تقريبا لما كان هيسافر او حاجة زي كده، وما لقاش. من الأوضة دي ابتدت ان هو يروح للفنادق اللي موجودة حواليه، ويقول لهم ان انا اعمل لكم دعاية او اساعدكم ان انتوا تسوقوا المكان بتاعكم. تمام. ومن الحتة دي، من بوكينج دوت كوم، الراجل اللي قاعد في الستودنت ده، الطالب اللي قاعد في الدورم بتاعه، بقت النهاردة اسمها بوكينج هولدنج. دي بقت شركة قابضة، آه، يعني بتمتلك شركات كتير بقى تحتيها، كاياك، برايس لاين، واجودا. كل دي حاجات احنا بنشوفها كل يوم على جوجل. هي لما اصلا بنيجي تحت بوكينج دوت كوم. كل دول بوكينج دوت كوم. رنتال كارز، العربيات اللي بتتأجر لما بتيجي تسافر في اي بلد وتكون عايز تأجر عربية، رنتال كارز، تمام. دي برضو بوكينج هولدنج. فبوكينج دوت كوم النهارده عندها 28 مليون مكان. آه، هم مركزين جدا جدا مين يقدر وبيصرفوا. يوصل للرقم ده؟ طبعا اه لازم يبقوا هيوج، وحجم الدعايه رقم كبير جدا، فلازم تبقى اقوى منصه. وعاملين بارتنرشيبس مع اوتيلات كتيره جدا في العالم. يعني كم الهوتيلز اللي موجوده على بوكينج دوت كوم، اكيد في يوم اكيد يعني في لحظه من اللحظات انت حجزت على بوكينج دوت كوم فندق. طبعا. لازم هتكون عملت كده، وتقريبا ما فيش حد في العالم ما عملش كده. فبوكينج دوت كوم هي شركه كبيره جدا، عكس بالظبط اير بي ام بي. يعني لو احنا بنقول 28 مليون بيت او 28 مليون حاجه معروضه على بوكينج دوت كوم، 8 مليون فقط موجودين على اير بي ام بي. فقط 8 مليون ده يعني رقم هيوج لما نيجي برضه نقارنها يعني. يعني. مين تاني عنده الارقام دي؟ يعني هم في حته مختلفه تماما. فبص، هم الطريقه اللي ابتدوا بيها يعني اير بي ام بي برضو بتعتمد على حاجه اسمها البير تو بير ريليشن شيب. بير تو بير اللي هو ايه؟ اللي هو انا هستضيفك في بيتي. فهي ما بتبصش لما على كانوا لما كان ابتدت اير بيد اند بريكفاست في البدايه، يعني ان بيأجروا الناس اللي كانت في نيويورك اللي كانوا بيأجروا مرتبه لما صاحبهم مشي، فكانوا بيأجروا مكانها يعني. بالظبط ان هم كان عندهم ايفنت القصه المشهوره بتاعت البدايه ابتدوا بتاعتهم. كان عندهم ايفنت في نيويورك. هم براين تشيسكي هو السي او، وده ليه 2 صحابه او واحد تاني صاحبه، لما كان في ايفنت قوي جدا في نيويورك في الوقت ده، وكانت كل الاوتيلات محجوزه. فقالوا وفي ناس عايزه لسه تحجز فمفيش مكان. ففكر يعمل ايه؟ جاب مرتبه بتتنفخ ايرباد، وراح حاططها في الليفينج، وراح حاططها على، انا فاكر تقريبا كان انا عشان حضرت براين تشيسكي نفسه وهو بيتكلم عن القصه دي في ايفنت من الايفنتات بتاعت اير بي ام بي لما كنت شغال معاهم. عرضها على كريج ليست. لو حد يعرف كريج ليست، حاجه زي او ال اكس كده، بس ايوه، في عالميا امريكا مشهوره يعني. في امريكا. وعرضها وقال انها تبقى اير ماتريس وبريكفاست. فعرضها بالشكل ده، كان تقريبا مش عارف ب $15 ولا $20 الليله، واتأجرت. وفعلا جه حد نام على المرتبه الهوا، وقدموا له فطار تاني يوم. وبالشكل ده ابتدوا. يعني هقول لك على حاجه انا ما كنتش عارفها. يعني انت عارف انه اير بي ام بي اللي هم الشركاء يعني، او اللي ابتدوا الفاوندرز، كانوا بيبيعوا سيريال. عارف السيريال اللي هو الكورن فليكس والكلام ده؟ كانوا بيبيعوا سيريال علشان يطلعوا فلوس توريز الفند، علشان يقدروا يبتدوا الشركه اللي هي بتاعت اير بيد اند بريكفاست دي، اللي هي اير بي بي واو. يعني. لا دي اول مره اسمعها. اوباما عملوا سيريال اسمه اوباما اوز
حرف الاو، مم. فعملوا سيريال اسمه اوز وكان مدور، وطبعوه بقوا يبيعوه في السوبر ماركت وكمان عشان يطلعوا فلوس عشان يقدروا يكملوا الفكرة. مهم. فابتدوا من حتت غريبة يعني. شوية شوية بقت اير بيد اند بريكفاست، وبعدين شوية شوية بقت اير بي ام بي اللي هي عليها النهاردة 8 مليون بيت. عظيم. فالموضوع يعني غير متوقع، وطريقة التسويق ليهم هم بيسوقوا يعني هو بيحببك في البراند. مهم. انت بتخش على اير بي ام بي كده بتحس اللي هو ايه، انت هتحجز في بيت حد، انت الاكسبيرينس مختلفة. انت كجست هناخد بالنا منك، انت ليك ظهر. مم. بوكينج دوت كوم مش اوضه من ضمن الكام اوضه الكتير اللي في اللي في الاوتيل الاوتيل يعني بالظبط، واحنا هنهتم بتتعامل مع بيك. موظفين، لا انت بتتعامل مع صاحب البيت. بالظبط. فايتس بير تو بير اكسبيرينس. انا انت هتستضيفني في بيتك مهم. وهقعد عندك وانت هتاخد بالك مني والكلام ده كله. غير طبعا بوكينج دوت كوم انا هحجز اوضه في اوتيل عادي جدا which is good برضو. which is good. بس ايه اللي خلى اير بي ام بي بقى يعني بوكينج دوت كوم ابتدت، انت عارف بوكينج دوت كوم ابتدت في التسعينات، ابتدت واو. على ما اعتقد في سنه 96. اير بي ام بي ابتدت بعدها بتقريبا، هي ابتدت في 2014، فابتدت بعدها بفتره كبيره. بس ازاي شركه بس زي اير بس بي ام بقت بي جنبها، توصل بالظبط، بس بقت ازاي جنبها. توصل انها تاخد كل الماركت شير ده؟ فهم الاكسبيرينس اللي قدموه للناس اللي عايزه تحجز، ان انت تقدر تحجز بيت وتقعد فيه، واحنا هنبقى ضامنين البيت ده وهنبقى واخدين بالنا منك، ولو حصل لك حاجه احنا هنحجز لك في مكان تاني، وكل الكلام ده قوه اير بي ام بي جدا جدا. نرجع بقى، احنا كنا بنقول كل ده ليه؟ علشان مم. نرجع نقول ان زورو ستيز بتهتم بالشغل على اهم تو تشانلز في المجال بتاعنا اللي هو الشورت تيرم رينتال ماركت. فاحنا مهتمين اهتمام رهيب بان احنا الليستنجز بتاعتنا تبقى على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم، وهم اهم تو تشانلز في العالم. يس ده حقيقي. طب انا عايز ارجع تاني للحته بقى بتاعه فرش البيت. انا انتيرير، دلوقتي عندي البيت، تصوير. انا عندي البيت خلاص، مهم. البيت مكانه حلو، وانا هفرش البيت زي ما انت بتقول، هفرشه حلو وهفرشه بطريقه مودرن. ومش هخلي حاجات كتير تتكسر، وهخلي بالي من العفش وكل الكلام ده. ايه تاني لازم اخد بالي منه، او ايه المفروض انا اعمله علشان انجح في في القصه الفرش. دي؟ يعني ايه اللي ما اعملوش؟ طيب بلاش ايه اللي اعمله، لا اللي لا اعمله ايه اللي هعمل حاجات لا اللي كتير. اعمله، كتير برضو يعني. انا برضو حابب ان الصورة دي نطلعها. احنا عندنا يعني زي ما انت عارف المهندسين الديكور اللي احنا بنتعامل معاهم فهموا الموضوع بشكل قوي جدا. على عكس اي مهندس ديكور عادي. مهندس الديكور العادي بيفرش فيلا في التجمع، عايز فيز قد كده، عايز يفرش فرش بارقام كبيرة جدا، بيدمر الار او اي موديل. طيب انت اتكلمت على اكبر منصتين في العالم اللي بيحصل عليهم 90% من كل الريزرفيشنز وكل الحجوزات اللي بتحصل في العالم، واحنا بنتكلم كده دلوقتي. ودي كانت اول حلقة لينا. انا عايز اتكلم باستفاضة اكتر عن اسرار وازاي تقدر تخلي بيتك يقدر يدخل عائد كبير بالدولار، وازاي تفرشه كويس، وازاي تديره، وازاي تعمل كل التفاصيل دي. فاستنونا في الحلقة الجاية، هنتكلم اكتر عن ازاي تقدر تنجح على المنصات دي، وازاي تقدر تدخل اكبر عائد. ولو عندكم اي اسئلة اكتبوا لنا في الكومنتس، هنجاوبكم عليها، ونستناكم ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.